السلام عليكم، اخباركم؟ ان شاء الله تكون اموركم كلها مزيانه. كما كتشوفوا سلو ديال الكاوكاو، سلو كاوكاو الروعه، ما نقول لكمش كي تيجي. والله لا ما ذاقوا ان شاء الله راه احسن من اللوز الف مره، احسن من السلو اللي كنديروا فيه اللوز فقط. حتى هذا تبارك الله عنده حقه، لا في المذاق ولا في الشكل ولا في المنظر ان شاء الله. ونبداو بسم الله على بركه الله. هادو هما المكونات اللي عندنا هنايا. عندنا هنايا القرفه، حبة حلاوة والنافع مطحونين هكا، وشويه ديال الكوزه، وعندي هنايا ديال المسكه الحاره مدقوقه شي شويه مع السكر على هذا الشكل هذا. عندي هنايا واحد الكيلو ديال الجنجلان، كيلو جنجلان محمر بلدي على هذا الشكل، صاين ما مطحون ما والو. وكيلو ديال اللوز بلدي كذلك، غير مقلي ماشي مقلي، غير مقلي في الفران ومهرمش على هذا الشكل، يبقى شي شويه غليظ من الافضل. وفي الطاسات الاخرين الكبار عندي 2 كيلو ديال الجنجلان محمر ومطحون مزيان، و2 كيلو ديال الكاوكاو كذلك محمر ومطحون مزيان حتى تيولي بحال العقده وطالق الدسمه ديالو. وهذو هما المكونات باش غادي نحضروا السلو ديالنا ان شاء الله بهاد المقادير بسيطه، بهاد الكميه ديال الكاوكاو. راه ما نقول لكمش كي يجي سلو روعه البنات، ان شاء الله غادي تجربوه غيولي معتمد عندكم. ونبداو بسم الله على بركه الله. اول حاجه هي خصنا نخويو المكان باش نتيسع شي شويه ونصيب فين نخدم ان شاء الله. ندير واحد المسيحه خفيفه لداك الفرشيط اللي طاح لي ملي كنت كنطحن، ملي كنت كنوجد. صافي وغادي نبعد باش نجيب ان شاء الله الطحين اللي بطبيعه الحال محمر، يما في الفران ديال الزنقه اولا في الكوكوط، حتى التحمير ديال الكوكوط كيجي زوين بزاف. واكدوا عليه انه يحمروا لكم ويخليه ذهبي. وهانتوما كما كتشوفوا هذا هو الطحين ديالنا، راه محمر زوين ذهبي ما شاء الله، باش يجيكم سلو هو هذاك، ما يجيش اللون ديالو حمر بزاف. وعندنا هنا 3 كيلو ديال الطحين، 2 كيلو ديال الجنجلان محمر ومطحون مزيان حتى ولا بحال شكل عقده، كذلك 2 كيلو ديال الكاوكاو. هذا الكاوكاو راه غير الرومي ماشي البلدي، باش تجيكم النكهه ديال الكاوكاو خفيفه وزوينه. 2 كيلو ديال الكاوكاو على هذا الشكل معلق مزيان. صافي حبه حلاوه سميتو عفوا هذاك المقوام كامل. هنا درت 3 معالق ديال القرفه، لحت الكوزه والمسكه حره. غنزيد حبه حلاوه والنافع كذلك 3 المعالق كافيين. نضيفوا اللوز اللي خليناه بحال هكا مهرمش غليظ وغير محمر في الفران ماشي مقلي، غير مقلي كيجي زوين. وهنا كيلو ديال الجنجلان كنخليوه صاين، كنطحنوه 2 وكيلو كنخليوه صاين، يعني 3 كيلو ديال الجنجلان في 2 كيلو ديال الكاوكاو في 1 كيلو ديال اللوز. هنا كنجيب 1 كيلو ديال السكر كلاصي، سكر ثقيل. غادي نغربلو واحد التغربيله كذلك على هذا الشكل. وصافي هادو هما المكونات والنواشف اللي غادي نديرو ان شاء الله في السلو. من طبيعه الحال هنايا القصريه راه ما غاديش تكفاني، يعني خصني نجيب شي بانيو فين غادي نخلط هاد المكونات كامله. هانتوما كما كتشوفوا راه كثيره، يعني راه القوام كثير ما شاء الله. غادي نجيب بانيو مغسول منشف مزيان، نحط المكونات ديالنا كاملين في القصريه، عفوا في البانيو اللي كانوا في القصريه نرجعهم في البانيو باش نصيبوا كيفاش نتحكموا في التخلاط وداكشي. صافي هاد العقده هذه والله الا غادي تكتلق الدسمه مزيان، كتطلق داك الزيوت. غادي نخلطوا جيدا. هاد المكونات كامله غادي ندلكوها بيدينا على هاد الشكل هذا. قد ما خلطتو قد ما مزيان باش كتعرفوا شحال غتزيدوا ديال الزيت. في هاد المرحله هذه ما غاديش نحتاجوا الزيت بزاف، بما اننا درنا ديك العقده ديال الكاوكاو والعقده ديال الجنجلان، يعني كيطلقوا الزيت بزاف. هانتوما شوفوا دابا عي مخلط وشوفوا الشكل ديالو. صافي بالنسبه للاضافه ديال الزيت تبقى عينك ميزانك. وانا دابا هنايا ما غاديش نخلطو بايدي، يعني ما غاديش نزيد الزيت ونعجنو بايدي، انا اضطريت نديرو في العجانه نسهل عليا شويه الخدمه. غادي نبسبسو هكا مزيان، تخلطوا جيدا، نتاكد ان كلشي تخلط. صافي غادي نجيب سميتو كما قلت لكم العجانه ونبدا نخلط فيه ان شاء الله بشويه بشويه حتى تتكملي سليلو ديالك كامل.
المهم هي انك تخلطيه مزيان. هانتوما شوفوا ما شاء الله ولا مبسبس مزيان هو هذاك. صافي كندي القياس ديالي اللي كيهز ليا العجانه بحال هكا ونديه العجانه ان شاء الله. الصراحه هاد القضيه هذه كتسهل عليك وكتجيب سلو معلك مزيان. هي الصراحه التعليكه ديال اليد كتطلب شويه ديال الجهد، والله ما تخلي الماكينه خدامه بحال هكا تعجن على خاطرها. البنات درتو عيف الواحد. دابا غندير في زيت الزيتون. هاد السلو راه خلطته بالزيت الزيتون تيجي واعر البنات، زوين وصحي في نفس الوقت. هانتوما زيت الزيتون وكنبدا نهبط في دوك الجوانب على هذا الشكل. اللي بغى يدير هاد القضيه، اللي ما بغاش راه ممكن يخلطو غير بيدو عادي. المهم هي ان النتيجه روعه ان شاء الله. سلو ناجح على حقه طريقه. صافي نستمروا بحال هكا في التخلاط وحنا كنهبطوا في دوك الجوانب اللي كيبقاو طالعين باش كلشي يتعلق وكلشي يشرب ديك الزويته اللي كبينه. والزيت الزيتون الطبيعيه الحلوه من طبيعه الحال. هاد الزيت راها ماشي حاره، حلوه ديال البلاد ان شاء الله. هانتوما كتبقى غادي وكتخلط وانت كتهبطي الجنيبات ديالها حتى نكملوا الكميه اللي عندنا ان شاء الله كامله. انت كتوقفي وتقلبي بيدك وتشوفي واش بركه الزيت ولا غادي تزيدي شويه. عينك ميزانك على حساب التعليكه اللي بغيتي، راه حتى الزيت تيلعب دور. يعني حبسي بحال هكا وشديه في يدك، جاتك بركه حبسي الزيت. المهم هذه هي الطريقه. ولا بغيتي تخلطي كلشي في قصريه في البانيو بالزيت عادي ممكن كذلك. صافي تقريبا انا هذا هو القوام اللي بغيت. يعني غنحبس ان شاء الله الزيت كما قلت لكم. تنبقاو مستمرين على هذا الشكل حتى تنكملوا الكميه كامله. هانتوما كما كتشوفوا شوفوا تعلق حتى لتحت، تعلق كامل ما شاء الله. والسكر كذلك تنذوقوا. عيننا ميزاننا في الحلاوه، عينك ميزانك في الحلاوه. اللي بغى يضيف العسل كذلك يضيف شويه العسل. انا راه درتو ولكن مشى لي المقطع ديال اضافه العسل. العسل الحره هي كتلعب دور، كتعطي واحد البنه زوينه. صافي هذا هو القوام ديالو. غادي نحبس ان شاء الله كما قلت لكم. كنبقى مستمره على هذا الشكل حتى تنكمل. هانتي ما شاء الله كتهزيه عقده معلك مزيان. حسن ما تبقاي تدلكي شويه شويه باليد، مو ديك التهرميشه شويه كتمحن في يدك. صافي هذا هو القوام اللي بغيت. اللي بغى اكثر ممكن يزيد يعلق اكثر بالزيت. انا هكا باش نتحكم فيه بغيت نحطو في طبيصلات نفرست هكا. بغيت نشكلو بالمول نشكلو. هانتوما هذه اخر طحنه هي هذه. غنهبطها تشوفوها كي دايره ما شاء الله معلكه النيت. نشوف كي جا كيجي زوين البنات مقوم. ديك التعليكه ديال الكاوكاو والجنجلان كتعطي واحد اللوغو زوين واحد المذاق زوين. نتمنى البنات تجربوه غادي يعجبكم بزاف اكيد. صافي كتخليوه هكا ممكن تغطيوه تخليه واحد 24 ساعه في هذا البانيو. غطيوه مزيان كيزيد يشرب وكيزيد يتعلق. بيتي واحد الليله كامله مثلا هكا في البانيو غطيه وخليه. راه ملي كتحلي عليه كتلقيه زاد تعلق. يعني حاولوا ما امكن تتحكموا في الزيت في الاول لانه راه مازال يتعلق ومازال دوك المكسرات كيطلقوا الزيت ديالهم على هكا. وكنبقاو مستمرين كما قلنا على هذا الشكل حتى تنكملوا. ونتمنى يعجبكم هذا السلو. راه كيجي البنات رائع ما نقول لكمش. يا سلام طب ديال السلو ما شاء الله. سلو روعه. نتمنى البنات يعجبكم. ما تنسوناش بالدعم والاشتراك. هانتوما ما شاء الله زينوه بواحد شويه ديال اللوز محمر على هذا الشكل. ممكن كما قلت لك ديريه في المول وتقدميه فردي او لا عائلي بحجم كبير. ونتمنى البنات تعجبكم هذه الفكره ديال سلو الكاوكاو روعه. وعواشركم مبروكه والله يدخل علينا وعليكم رمضان بالصحه والسلامه والعافيه ان شاء الله. وباش ما تمنيتو والله يرفع عنا هذا الوباء وهذا البلاء ان شاء الله يا ربي.
واللهم شافي مرضانا ومرضى جميع المسلمين يا رب العالمين. ونقول لكم السلام عليكم ونهاركم مبروك، ونتمنى تقبلوا على هذه التجربه هذه. شوفوا ما شاء الله اللوز كيبان مهرمش فيه بزاف بزاف، واخا حنا درناها كيلو. ونقول لكم السلام عليكم مره اخرى ان شاء الله.